عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم الأخوة والأخوات. بالنسبة للمظاهرات اللي عم تخرج أو تطلع بالشام أو غير الشام بسوريا، ترخيص هاي المظاهرات، مين اللي عم تعطي الترخيص؟ شو الشعارات اللي ترفع بالمظاهرة؟ شو هي المظاهرة؟ شو مطالب هاي المظاهرة؟ هل الإنسان اللي رخص بوزارة الداخلية، الجهة المسؤولة اللي تابعة لوزارة الداخلية، يلي أعطت الترخيص للمظاهرة، شو ترخصوها على أي أساس؟ إنه أنت بدك تطلع مظاهرة من أجل شو مطالبك؟ شو الشعارات اللي ممكن ترفع بالمظاهرة؟ مين الناس المسؤولين على تنظيم هاي المظاهرة؟ فما بعرف، هو الخلل بالوزارة اللي أعطت الترخيص بالأشخاص إنهم هذول فلول أو شو أو قصر أو عدم معرفة. ليش مظاهرة أول البارح مظاهرة تهتف ضد مصر، والبارح أول امبارح مظاهرة طبعا ضد مصر، البارح مظاهرة، ثاني يوم تطلع مظاهرة ضد السعودية، تشتم السعودية من قلب دمشق، واللي قبلها ضد مصر. يعني شو السبب؟ شو السر؟ شو الموضوع؟ وبعدين أغلب هذول اللي عم يرخصون المظاهرة من إخواننا الفلسطينيين من أتباع أحمد جبريل تبع فيلق القدش. شو يا ترى وزير داخليتنا عنده خبر بهاي المظاهرات؟ سمع مين هو اللي عطى الترخيص؟ ايش القصة؟ يعني نتساءل، بس تساؤل، انه شو الموضوع هاي المظاهرات؟ شو القصة؟ مين دفع هذول المتظاهرين؟ مين دفعهم؟ ولو صحيح عددهم قليل وغير مؤثر ولا شيء، لكن مين اللي دفع هاي الناس؟ ومين اللي اعطاهم ترخيص؟ ومين اللي دفع هاي الناس لتتظاهر لتحكي؟ هلا ناقصنا نحن مظاهرتين باقي، واحدة ضد تركيا وواحدة ضد قطر. بدنا مظاهرتين بيكتب للنصاب يعني. هلا مظاهرة ضد مصر من دمشق، مظاهرة ضد السعودية من دمشق، وكلهم من أتباع أحمد جبريل هذول فيلق القدش. ظلت عندنا مظاهرة ضد تركيا ومظاهرة ضد قطر، بيكتب للنصاب، يصير الرباعي تمام. مين هاي الجهة اللي عم ترخص يا جماعة؟ مين الجهة اللي عم تعطي الترخيص للمتظاهرين؟ حقيقة ما بتفهم مين هذول المدفوعين بالشعارات هاي، مين اللي دافعهم؟ طيب، هذول مظاهرة نقول فلسطينيين عمي، طبعا مو كل الفلسطينيين فيهم شرفاء وفيهم أحرار وفيهم ناس صادقين، لكن نحن نحكي على أتباع فيلق القدش تبع أحمد جبريل وغيره، هذول أيتام الأسد. نروح على مظاهرة أخرى، ليست مظاهرة لكن احتجاج عدة أشخاص قليلين بحماه، مدينة حماه، قال محتجين على وزير التربية ويهددونه تهديد: سيأتونك رجال يحبون الموت كما تحب أنت الحياة. الله، إني أرى في الرياضة حياة. سنأتيك برجال يحبون الموت كما تحب أنت الحياة. كبيرة لمين؟ لوزير التربية. ليش؟ لأنه مخفض بالأسبوع درسين ديانة، مخفض بالأسبوع، صار درسين ديانة، لازم بالأسبوع الخمس أيام كلها ديانة. ما بعرف المدرسة عندنا كم يوم هناك، 5 أيام، إيه 5 أيام، الخمس أيام لازم كلها يوميا ديانة، ولازم الخمس حصص أو الست حصص كلهن ديانة، مشان يرضى علينا وما بيروح يهدد وزير الداخلية. إذا بدك أنت ابنك يتعلم فقط ديانة، لأنه المدرسة هاي بتعلم، في عندك دروس، في ناس بدها تدرس علوم، في ناس تدرس فيزياء، وفي ناس تدرس كيمياء، وفي ناس تدرس موسيقى، وفي ناس تدرس أشكال ألوان، وفي ناس تدرس عربي بتروح بدها أدب عربي، وفي ناس إنجليزي، وفي ناس فرنسي. إذا أنت مهتم لهالدرجة بابنك إنه بده يطلع مثلك حليوة وشب حلو ويهتف علينا وسنأتيكم برجال يحبون الموت كما تحب الحياة، إذا بدك هذا الشيء علمه عندك بالبيت علمه، وخلوا يتبع نهجك ويطلع شب حلو محترم مثل حكايتك. أو ابعثوا على الجامع، بالجوامع كثير ملالي، إمام جامع دائما كثير في الجوامع،
دائما في طلاب المساء حلقة مسائية ساعة زمن ساعتين يروح يتعلم هناك ابنك. وإذا بدك إياه يصير حيل حيل كثير يحب الموت مثلك، خلوا يروح على كليات الشريعة وما شريعة. هاي من البداية يعلمونهم من الطفولة، يروح يصير بالشريعة ويدرس ويتعلم من طفولته انت بعثه يظل هناك 24 ساعة يدرس ديانة. يطلع هذا مثل حكايتك يصير يحب الموت بقد ما الناس تحب الحياة. شوف البشر ما يحبون الحياة، عكسك انت اللي ما تحب الحياة عكسك يصير. إيه، شوف وين نوصل بها البلد ما شاء الله. وهذا عندك هذا يلا السلام عليكم أحسن شيء.